السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المشاهدين الكرام. هذه طبعا ماكينة مكيف طن جنرال. جينا فحصنا طلعت حارق. بعد الفحص قررت إن أنا أشتري له ماكينة جديد. طبعا عشان قبل ما تفك لازم تركز على السي والآر والكومون. بعدين نفك باللحام الدفع والسحب. بعد ما نحدد أطراف الكومون والران والستار نفك الأطراف اللحام كما تشاهدون في الصورة. فكينا الدفع، بعدها فكينا السحب. بعد فك الدفع والسحب يتم إخراج الماكينة. وطبعا أنت بتروح تشتري ماكينة من برا من أي مكان، لازم إنك تحدد قوة الماكينة. مثلا أنا خرجت اشتريت ماكينة زي هذه اللي تشوفها بالصورة جيمس، نوع قوتها 210، في 215، في 200 وزياد، في 200 لكن هذه 210 طن جيمس، نوع قوي جدا، وهي تناسب التوربيكال المكيفات الجنرال اللي هي أو جنرال وكالة. كما تشاهدون نركب الربلات، بعدها نركب الماكينة، وبعدين نركب السكاريب اللي هو النتوت قبل اللحام، لأنه عشان ما تحرق يدك لازم تركب الربالات والنتوت قبل أي لحام. هنا لازم نبدأ عملية فحص الماكينة، عشان إذا فيها عطل مصنعي نرجعها. نشوف طريقة الدفع والسحب، قوة الدفع والسحب، ونشوف سحب الأمبير، عشان إذا فيها عطل يعني عطلة ميكانيكي ولا كهربائي بالملف أو بالميكانيك نرجعها. بدنا السحب والدفع تمام. الآن بدينا بعملية اللحام، بلحام الدفع والسحب كما تشاهدون في الصورة. أنا عشان اختصر الوقت قررت إني أخلي الفيديو مستعجل وسريع. تمت عملية تلحيم خط السحب، الآن خط الدفع التحم. بعدها سنفك بيب الخدمة الوكالة الذي تشاهدوه بالصورة الآن. هذا بيب الخدمة، أنا بفك البيب الوكالة وبركب بيب خدمة. بعد ما قصوه نقصه طبعا. تمت عملية لحام بيب الخدمة. وهنا نركب الكانشات اللي هي الآر والستار والكومون. ركز على الآر والستار والكومون، خاصة الستار والران، عشان ما تدور الماكينة عكس. وهنا بتكون إذا دارت عكس قليل وقت بتحرق. هنا نعمل عملية اللي هي الفاكيوم. الفاكيوم هذه لازم إنك تركز عليها جدا وما تعبي غاز وفي هواء داخل الشبكة. الآن شوف مكان هذا اللي تحت اللي تشوفه هنا تبدأ عملية لحام مكان الفاكيوم. الفاكيوم طبعا في مكاين وفي طريقة تقليدية، بس يفضل الماكينة. بس اللي ما عنده ماكينة هذه الطريقة التقليدية. الفاكيوم لازم تلحم هناك بعد ما تتم عملية الفاكيوم، بعدين تعبي غاز. هنا بدأنا تعبئة الغاز، بدأنا نراقب اسمه خطوط الشبكة، السحب والدفع، ولا نراقب الساعة الإد، ونراقب الأمبير. تستمر عملية الشحن حتى يصل بالساعة إلى 55 أو 60 حسب نوع الغاز كما هو معروف. السوق مليان أنواع، مصري وهندي وغيره وأمريكي. هنا نشوف عملية سحب الأمبير كما تشاهدون 6 أمبير، وهذا معروف عن مكيفات الطن 6 أمبير. وهذا اللحام عن قرب. طريقة عملية اللحام لا تبين أنها لحام عشوائي أو لحام غير مضبوط، هذا لحام كما هو موضح بالصورة. وهنا نشاهد نتابع عملية السحب، وإلى أن وصل التدرج بالساعة نشاهد أنه وصل تقريبا إلى 60، وهذه التعبئة هي 60 حتى وصل البرودة المحسوسة إلى هذه الدرجة. وهنا نكتفي بهذا الشكل. شاكر لكم. أشكركم.